أحب أقول لك ترى أنت عندك 20 نسخة. إذا أول مرة تشوفني أنا كارما، وأهلا بيكم في كارما شو. مساء الخير، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب تكونون بصحة وعافية وأنتوا تشوفون فيديو اليوم. ما يطول هواية، بس أريدكم تتأكدون تسوون لايك واشتراك وتطمنوني عن صحتكم بالتعليقات، وجهزوا نفسكم الحلقة راح تصدمكم. بليلة الخميس من كنت جاي أبحث عن موضوع الاستنساخ البشري، لقيت لكم فيديو هو صدمني أكثر من ما هو رعبني. الفيديو عبارة لقاء صاير بين شخصين، واحد منهم مذيع والثاني اسمه إيمير سميث. إيمير سميث هو شخص عنده اطلاعات بنظريات المؤامرة وبكل شيء مرعب. الشيء الغريب إنه هذا الإنسان اشتغل بأماكن حساسة عند الحكومة الأمريكية واطلع على هواية أمور. بس الشيء اللي نريد نعرفه إنه حكى عن موضوع الاستنساخ البشري، وقال لنا إيش وقت بدأت تتم هاي العمليات. بدأت تتم عمليات الاستنساخ البشري من نجحت أول عملية لاستنساخ القرود، لأنه حسب كلام العلماء قالوا على إنه القرود هي مقاربة للبنية الجسدية والعقلية للبشر، لكن إحنا متطورين أكثر. بالتالي من نجحت عملية استنساخ القرود قدروا إنه يستنسخون البشر، لأنه إذا كان القرود مستحيل استنساخها وتعتبر استنساخها كلش صعب وهم نجحوا بهذا الشيء، فبيجي حالة البشر مو مستحيل استنساخهم. وذكر إنه على 6 دول تقوم بعمليات الاستنساخ: الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، وكذلك الدولة المعادية. بس هاي الدولة السابعة طبعا من أنا كنت دا أبحث قدرت إنه أتوصل إلها. الشيء اللي قالوا إنه عمليات الاستنساخ تكون بشكل متطور وإبداعي هناك، بحيث النسخ رأسا مستعدة إنه تنخرط بالمجتمع. والانخراط سهل عن طريق إنه يدخلون في منزل لرعاية الأيتام أو يتبنوهم الأفراد القائمين على هذا البرنامج. وهذا الشيء ما نقدر نقول عليه صعب، بل هو طبيعي إنه على مود يخلوهم ينخلطون بالمجتمع، أو إذا ما حيخلطوهم بالمجتمع راح يجهزوهم على مود يسوون مهام سرية. وإذا شلون راح يسوون هاي المهام السرية، ركزوا وياي باللي راح أقوله. ذكر إيمري إنه يزرعون أكو دوائر إلكترونية تصير بدماغهم. هاي الدوائر فائدتها إنه من يزرعوهم بالمجتمع أو يشغلوهم بمكان حساس، حيتم إطلاق تنبيه معين عندهم بهاي الدائرة الكهربائية لتنفيذ مهمة معينة. ولنفرض إنه هم راح يزرعوهم بأماكن حساسة بالدولة، فمجرد ما ينطون إشارة للدائرة الإلكترونية اللي بدماغهم، رأسا راح يتم تنفيذ هاي المهمة، ومصير هاي النسخة عادي يكون الموت أو إنه أي شيء يصير بيها ما يهتمون، لأنه ببساطة أكو 19 غيرها. ليش قلت لكم رقم 20؟ لأنه إيمير سميث قال إنه من كانت عنده اطلاعات على بعض الملفات السرية اللي كانت باستراليا، ذكر على إنه الشخص ياخذون منه الحمض النووي ويجرون إلى 20 نسخة. هاي 20 نسخة تكون بأماكن متفرقة تنحط بالدولة أو حتى بالعالم. بحيث مرة من المرات ذكر شيء غريب، قال إنه من كان يخدم بالجيش شاف 2 من الأشخاص يشبهوا نسخة طبق الأصل، وتقريبا تفاوت بالعمر بسيط، بحيث من باوع لهم هو مستغرب، بس يقول أوكي إحنا نفس الشكل، بس لا السوالف ولا الأسلوب ولا حتى الشخصية متشابهين. قال ومن لاحظت هذا الشيء وحاولت أبحث عنهم أكثر، هذول الأشخاص 2 النقلة والأماكن ما قدرت أوصل لهم.
ومن خلال علاقاته من إجا يبحث على هذول الاثنين، المعلومات اللي كانت متاحة عنهم هي معلومات سرية. يعني بين قوسين شخصيات ذات سيادة عليا تقدر تشوف هاي المعلومات، مو أي واحد. هذا الشيء اللي خلى إيمري يبحث بالموضوع أكثر، ومن بدأ يدرس موضوع الاستنساخ قدر إنه يكتشف شيء كلش مهم، إنه البشر المستنسخين يقدرون يسرعون من عملية النمو الجسدي مالتهم، لكن مخهم ما يقدرون يسرعون من عملية النمو مالته، ولا راح يكتسبون نفس الاكتساب من المعلومات اللي هم راح يحصلوه البشر الطبيعيين. هسه راح تقولون ليش؟ لأنه ببساطة هم ما فاتوا معترك الحياة على مود تتكون إلهم أفكارهم الخاصة وإلهم معلوماتهم الخاصة. هذا الشيء اللي يخلي من عملية النمو مالتهم مزعجة، لأنه هو مو ذكاء صناعي تقعد تعلمه، ولا هو روبوت، هو دماغ طبيعي. فالمذيع بوقتها أثناء ما كان دا يستمع إليه طرح له سؤال خلاه نوعا ما يعني يرتبك. السؤال كان قال هاي النسخ إلها روح؟ قبل ما تفوتون وتزفوني وحتكتبون علي إنه أنا يمكن أدعي للشرك أو لهذا الشيء، دائما نقول إنه الروح هي من الله، لكن أنا جاي أنقل الموضوع اللي صار. ذكر إيمري إنه بما إنه هو أكو جزء من DNA مالتي موجود بهاي النسخة، فعلى الأكيد أكو جزء من روحي موجود بيه. وإذا جاي تفكرون شلون حصلوا على DNA مالته، بكل بساطة يقدرون يروحون للمستشفيات ويحصلون DNA أي شخص هم يردونه. وهذا الشيء اللي خلى تنفتح هواية تساؤلات حول موضوع الاستنساخ. شنو الغاية من استنساخهم؟ الموضوع اللي يخليه يسوي عند الواحد قلق إنه هاي النسخ تستخدم كذلك لأغراض شيطانية. وإذا عبالكم إنهم ما يدركون إنه هم مستنسخين، لا أحب أقول لكم إنه أكو نسخة من بين كل 20 نسخة هي تدرك إنه هي مستنسخة، ومن تدرك راح تهرب من الدائرة اللي هي محطوطة بيها وتدخل بصراع نفسي. وهذا حكيته بداية الحلقة الأولى من كنت دا أحكي على موضوع إنه شنو العيوب والعواقب الأخلاقية اللي راح تصير في حالة استنسخنا نسخة من البشر. إيمري أكد على معلومة مهمة، قال هاي التكنولوجيا هي أصلا جاية من كائنات غير أرضية، يعني بين قوسين الفضائيين. أثناء الحديث إيمري قال إنه هاي التكنولوجيا تكون كلش حديثة ومتقدمة على البشر، بس اللي عندهم معلومات حول هذه التكنولوجيا أو شلون يستخدموها هي الكائنات الفضائية. وهذا على حسب نظرية انذكرت وآين الأمانة قريتها أو أعتقد شفتها فيديو. هاي النظرية تقول إنه الفضائيين هم أصلا كانوا بشر، لكن بسبب التقدم التكنولوجي اللي صار واللي هو خلى العالم مالتهم يزدهر، بنفس الوقت دمر العالم. هذا اللي خلى إنه هاي الكائنات تلجأ إنه تعيش تحت الأرض، ومن عاشوا تحت الأرض بدأ شكلهم يتغير والفسيولوجية مال الجسم كذلك تتغير، وفقدوا قدرة التكاثر، فلذلك لجأوا للاستنساخ. لكن لكثر عمليات الاستنساخ اللي سووها في سبيل إنه يبقى نسلهم، بدأ عمليات الاستنساخ تفشل. ليش؟ لأنه DNA ضعف، من ما خلاهم إنه يبحثون عبر الأكوان المتوازية، إنه يشوفون يا هي كائنات أو يا عالم من العوالم المتوازية تكون النسخ البشر تكون قريبة إلهم. بالتالي نسخة العالم الحالي مالتنا هي أقرب نسخة إلهم. لذلك صارت حالات اختطاف للبشر من قبل هاي الكائنات في سبيل تحسين DNA مالتهم وتحسين عمليات الاستنساخ. وهذا الشيء كان شائع بفترة القديمة وكان غير مسيطر عليه، إلما صارت معاهدة قريادة. ومعاهدة قريادة أعتقد أنا ذكرتها بواحدة من الحلقات قبل، لكن للتأكد هاي المعاهدة صارت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الفضائيين. مفاد هاي النظرية تقول لكم إنه مقابل التكنولوجيا والعلوم اللي راح تقدمها هاي الكائنات، راح يخطفون عدد معين من البشر كل سنة،
وكذلك الحيوانات والمواشي على مود يتغذون عليهم. والولايات المتحدة الأمريكية وافقت، لأنه ببساطة إذا تباعون التكنولوجيا اللي عندهم غريبة وبنفس الوقت قوية وما حد عنده علم بيها. المهم ذكر إنه هاي التكنولوجيا انأخذت من هاي الكائنات، بس هم غرضهم زين إنه على مود بس يحسنون العملية الاستنساخ مالتهم ونسلهم ما يندثر. بس نوه على شيء مهم، قال عمليات الاستنساخ بالوقت الحالي دا تصير بالتعاون مع هاي المخلوقات في سبيل خلق أفضل إنسان موجود من ناحية الصحة والقوة البدنية والذكاء. يعني بين قوسين شلون ما قلت هذيك المرة يقدرون يسوون كابتن أمريكان، بس كذكاء وكقوة وكمضاد للأمراض ومضاد لأي شيء. ومن تطلع هاي النسخة طبعا هذا الشيء إذا صار راح نقرأ على البشرية السلام. هذا ملخص اللي إجا بالمقابلة اللي شفتها، وطبعا أكو هواي مواضيع انذكرت لكن ما يتسع الوقت إنه أغطيها. لكن مثل ما وعدتكم إذا لقيت أمور تحكي عن موضوع الاستنساخ البشري أو أي عمليات تصير من هذا النوع راح أجمعها وأغطيها في فيديو. وإذا عندكم مواضيع تريدون نغطيها اقترحوا لي إياها بخانة التعليقات. وإذا أنت أول مرة تشوفني فأنت بالمكان الصح. تأكد تسوي لايك واشتراك وتفعل زر الجرس، وانتظرني بكل ليلة خميس بفيديو جديد. تصبحون على ألف خير ومع السلامة.